السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل فيديو جديد عظمه مليان احداث مشوقه، ولو انتم ما شفتوش المنهوه دي قبل كده فلسه في اكتر من 10 ساعات من المتعه تقدروا تشوفوهم وبعدين ترجعوا لهنا. اسيب لكم الجزء الاول في اول تعليق، ولو انت فعلا عايز تساعد اخوك تقدر تعمل لايك للفيديو وكومنت برأيك بكل صراحة. ويا سلام بقى لو تشترك في القناة لو انت مش مشترك، ده فعلا هيفرق معايا جدا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في كل مكان، ويلا بينا نبدأ القصة. وفجأة وهو قاعد بيفكر مع حاله النظام بيديله إشعار أحمر بيقوله تم اكتشاف إن اللي أنت دخلت مكان هادي وما بقاش بإمكان تنين نية القتل، اللي هو يستنى أكتر من كده، وهو أصدر تحدي ليك فورا. وبطلنا بيقول إيه؟ استنى يا عم، ده أنا قتلت دلوقتي 300 جولة مع شنيان. انت بتستغل الموضوع بوضوح. وبطلنا بيتم سحبه فعلا، والنظام بيقول له تم التفعيل، ده وهم بحر دماء اشورا القاتل، بنتمنى ليك معركه ناجحه. وفجاه بيظهر تنين عملاق وبيقول له الو جي، وصلت اخيرا، انت خليتنا استنى كتير. وبطلنا بيقول تنين الاقدم دعاني للقتال، كان لازم على الصغير ده اللي هو يستجيب بسرعه، ولكن انا كنت مقيد بالشؤون الدنيويه، ودلوقتي بس حصلت على شويه وقت فراغ. وبطلنا بيلبس لبسه من تاني وبيقول مقابل تأخير البسيط ده هقدم لك الصغير بالتأكيد معركة دسمة ومرضية كاعتذار. والتنين بيقول له ممتاز، زي ما هو متوقع من المعجزة اللي قدر يصحيني. في الحالة دي أنا هستنى وأشوف، خلينا أشوف اللي أنت صنعته دلوقتي. وبنشوف التنين بيبدأ يفعل طاقته في السماء، وبنشوف اللي فيه طاقة رهيبة دخلت المجال. وبطلنا واقف قدامه بكل حزم وبيقول في باله هو ايه العرض المهيب ده تنين القتل ده فعلا بيتغير. وبنشوف اللي التنين شكله بدأ يتغير وتحول لشكل بشري وعنده قرون، وبقول له لوتشو جي انا فعلا بأمل اللي انت ما تخيبش ظني. وفعلا شكله الجديد ده رهيب جدا، وبقول له كل اللي انت عملته لحد دلوقتي كان تحت نظري، انت تستحق اسم صقل السيف، انا على استعداد ان اقتلك في هيئة البشرية. وبطلنا بيشكره على الثناء ده وبيقول له ولكن الصغير في الواقع اقل شأنا منك بكتير. وهو بيقول له انت تقصد ايه؟ العالم عارفك بانك اللي انت لا تضاهى، ومع ذلك انت بتحني راسك ليه دلوقتي؟ وبطلنا بيقول له يا كبير، حتى مع بقاء شظية عظم وبدقية بس منك انت كنت لسه بتحمي عامة الناس، وعلشان البر النبيل ده لوتشي جي بيخجل من التواضع بتاعك. اسمك هو القتل ولكنك في الواقع بتحمي، ودي حاجة نادرة جدا. الأكبر يستحق بطبيعة الحال انحناء الصغير ده. وساعتها هو بيقول له ده كان خيار الخاص وملوش علاقة بيك. وفجأة التنين بيفعل قوة كبيرة في ايده وبيقول له كلماتك الموصولة دي ممتعة، ولكن لو انت ما قتلتش الحاكم بكل قوتك في اللحظة دي فانت اكيد هتموت، والحاكم اللي قدامك ده هيمسح روحك الروحية كمان، فيلا بينا ابدأ المعركة دلوقتي. وساعتها النظام بيفتح له مهمة من الفائس، الاختبار الأساسي لتنين نية القتل، وتفاصيل المهمة اسقاط الروح المتبقية لتنين نية القتل، وهو اتحداك، ولو انت هزمت الروح المتبقية هيتم ترقية مجال سيفك للفئة ايه، وممكن يطلع لمجال السيف الفائس ده هيكون عالم الأشورا القاتل، وتنين نية القتل مستوى 70، وده نفس مستوى بطلنا. وبطلنا بيقول في باله ده هو الشعور الصحيح، ده عالم الأشورا القاتل، الاسم لوحده استثنائي، مع وجود مكافأة وشريط حياة متوهج زي ده حتى لو كان خصم حاكم انا هقتله من غير ذره تردد. تنين بيفعل سيفه وبيقول له لوتشو جي بما انك ما بداتش بالهجوم فانت هتاخد ضربه سيف الاول. وساعتها بيعمل تلويحه بالسيف بتاعه بتعمل قوه ضخمه جدا ناحيه بطلنا. بطلنا بيقول هل السيف الكبير استثنائيه فعلا؟ اسمح للصغير ده اللي هو يرد الجميل. وبيقول في باله في الوهم ده شكلي كده مش هقدر افعل الكشف عالي المستوى رغم ان مستوى 70، ولكن قوته بتتجاوز ده بوضوح، وعلشان اختبر قوته الاول انا لازم اشوف مدى عمق الميه دلوقتي. وبنشوف بطلنا ردله بنفس الهجمه اللي هو هجمها، والهجمتين بيتلاقوا في بعض وكمان بيدمروا بعض. وساعتها بنشوف ان التنين بيروح يهجم على بطلنا من غير اي مقدمات وبيقول له هالة سيف كويسه، ولكن لو انت فاكر ان ده لوحده كفيل انه يهزمني فانت بتتوهم. وبيهجم على بطلنا بكل قوته، وبطلنا بيصد الضربه ولكن بيحس بخطوره الموضوع
وبيقول في باله ده سريع وتحركاته قوية وتقيلة، يا ترى هي فئته الأساسية هي الهيج. وساعتها التنين بيكمل ضرب فيه وبيقعد يضربه بوابل من الهجمات الصعبة، وبطلنا بيعد بوقت صعب. التنين بيقول له القتال القريب هو تخصصي، وبالمعدل ده خسارتك محتومة من غير أي شك. وبيقول له كده وهو بيهجم عليه، وبطلنا بيحاول يتفادى. وبطلنا بيقول له بجد اكتسب الصغير ده مؤخرا تقنية سيف جديدة، ودي هي الفرصة المثالية علشان استعرضها قدامك. وبطلنا شكله كده هيستعمل التقنية اللي من الفئة اس اللي خدها من شوية، ودي اللي هي 800 ميل. وحركة السيف دي بتزود السرعة بشكل انفجاري، وفي كمان صوت خافت لرياح الساحة، ودي بتاعه بجوار ودنه. وبطلنا بيستخدم التقنية دي وبيفعل هجوم كبير. وبطلنا بيقعد يقول في باله ده مبهج، ده مبهج جدا، ده شعور مختلف تماما عن اقنية الصوت البطيء. وبعد ما بطلنا كان هو اللي بيتهجم عليه، بقى بطلنا هو اللي بيهجم هجمات كتير جدا. تنين بقى عمال يصد كل الضربات دي. مستنين بيقول في باله زادت سرعة سيفه بشكل درامي دلوقتي، دي اكيد تقنية السيف اللي استخدمها دلوقتي هي السبب في ده. وبنشوف بطلنا بيظهر من وراه وحاطط السيف ناحية رقبته، والتنين بيتفاداها على اخر لحظة وبيقول ايه الولد ده قدر يخفي حركة سيف علوية زي دي، ده فعلا شكله جامد. وبنشوف التنين بيتحمس اكتر وبيقول في باله تحت وابل الضربات السريعه دي ده حتى انا مش قادر اعمل اي حاجه غير انه يقمعني. وهو بيقول لبطلنا ولكن ما تنساش انا عندي تقنيتي الخاصه انا كمان. وساعتها بيستخدم سيف الحياه وهو بيعمل ضرر كبير جدا في المكان. والنظام بيقول له تم تجديد سيف الحياه لتنين نية القتل وزاد الضرر بنسبه 150%. والتنين بيقول له قوه واحده لكسر 10,000 تقنيه مهما كنت رشيق او حتى متنوع الحركات، انا مش محتاج غير سيف واحد علشان اخد روحك. وفعلا بيعمل الضربة وبيحصل انفجار. طنا بيقول ايه سيف الحياة ده فعلا شعور مألوف، دي قوة واحدة لكسر 10,000 تقنية. يا كبير انت عندك حق تماما، خلاص خلينا نضيف كاسر الدروع. بطلنا بيستعمل التقنية التانية اللي برضو كسبها، والتقنية دي بتنجح اللي هي تبعد التنين. والتنين كون مستغرب جدا من القوة الغاشمة دي وبيقول في باله غيرت تقنية السيف دي مسار تدفق الطاقة الروحية بتاعتي. التوازن المعتاد بقى موجود في صدر زي الطبل بتاعت الحرب، وكأن ساحة المعركة اتحولت لعاصفة هوجاء. وبطلنا بيبدأ يبتسم ويتحمس أكتر وبيبدأ يولع في القتال. وبطلنا بيقول الشعور ده أنا فعلا بستمتع بالقتال. والتنين بيكون غاضب وبيقول ازاي ده معقول، حتى في حالة سيف الحياة الكاملة بيتم قمع تاني. طنا بيقول يا كبير خد ضربة السيف من الصغير ده. وساعتها بيعمل ضربة قوية جدا، والضربة دي بيكون لها اشكال كتير، والضربة بيكون قدام التنين. وهو بيقول ايه الولد ده مش بشري عادي خالص، ده بيلوح بسيف بيشق العالم وهو في ذروة العالم السادس بس. وبنشوف التنين بيتحمس اكتر وبيقول انا كمان لازم ابذل كل جهدي. وساعتها وبيقف قدام الضربة وبيفعل طاقة وبيفعل سيف الموت. وبطلنا مش بيكون عارف سيف الموت ده وبيقول في باله هو ايه سيف الموت ده كمان، مش المفروض ان يقتل سيف الموت هدفه علشان يتفعل، هو ازاي قدر يعمل كده؟ والتنين بيقول له سيف الموت الحقيقي مش اللي انت شفته قبل كده، سيف الموت الحقيقي. ولسه بيقول له هو راح عامل هجوم كبير جدا ناحيته وبيقول له سيف القتل الحقيقي هو سيف قتل محتوم بيمحي كل حاجة. بطلنا بيفرح لانه بيكتشف هجمات هتبقى ليه بعد كده، وبيقول له خلاص خلي الحركة دي تكرر الفاس ما بيننا يا كبير. تنين بيوافقوا وساعتها الهجمتين بيتضربوا مع بعض وبيحصل انفجار قوة كبير جدا في الطرفين. وبنشوف التنين وهو واقف قلقان وبطلنا بيكون عرق جدا من كتر القوة، ولكن بنشوف اللي بطلنا حاطط سيفه ناحية رقبة التنين وبيقول له يا كبير شكرا جدا علشان اتساءلت معايا. وفجأة التنين بتاع بطلنا السيف اللي معاه بيتغير وهو بيقول له هو انت ايه اللي حطيته جوه سيفي ده وانا ليه حاسس بالشلل القوي كده؟ وبطلنا بيقول يا عصفوره صغيره اطلع يلا. وهو بيقول له ده هو ده روح سيف؟ بطلنا بيقول علشان اكون صريح معاك يا كبير دي بالفعل روح سيف، وخلال المعركه الضاريه دلوقتي انا حطيتها جوه سيفك وكان ده هو اللي غير السيف اللي في ايدك. وهو بيقول له روح سيف ضعيفه زي دي ومع ذلك بتعمل كهرباء تشيل حركتي؟ دي فعلا واحده من عجائب الدنيا. تنين بيقول له ولكن اللي فاجئني اكتر هو انت طوال السنوات دي وجودي كان لا يحصى وانا ما سمعتش
سمعتش ابدا عن شخص بيمتلك 9 ارواح سيوف بتمنح 9 مقاصد سيوف كده، انت الوحيد اللي قدر يعمل كده. وبطلنا بيقول في باله حتى هو ما سمعش بالقدرة دي الرتبة تريبل اس، وده هو اصلها. بس يا ترى هو اصلها ايه بالظبط؟ وبطلنا بيبدأ يفكر في حاجات غريبة وبيقول رتبة التريبل اس دي يا ترى معقول ان كاهل الأسمى خلق ارواح السيف دي ونزل لعالم الفانيين؟ بس ازاي ده معقول؟ ده لو كان كائن أسمى فعلا هو ليه بيعتمد عليا؟ بس غير كده ده في اعدادات عالم تيان شوان انا ما سمعتش بمفهوم الصعود قبل كده خالص، يا ترى منين جه كائن الأسمى ده بس؟ والتنين بيقول له يا لوتشو جي المرة دي انا هعترف بالهزيمة، استعد روح السيف بتاعتك انا هغادر. وبطلنا بيشكره للتذكير وبيقول له يا كبير ما تقلقش، وبينده على العصفوره الصغيره وبيقول له يرجع. وفعلا العصفور بيسيب سيف التنين، والتنين بيقول ايه هو رجع السيف لهيئته الخشبيه الاصليه. مهاره التحكم في دمج واستدعاء ارواح السيف نادره جدا، انت فعلا هزمتني وتستحق الميراث بتاعي. وقبل ما امشي وتقديرا ليك انا هجاوب على واحده من اسئلتك. وبطلنا بيشكره وبيقول له في الواقع انا عندي سؤال كان نفسي اساله. وهو بيقول في باله ممكن اللي هو يعرضه العرض المتعمد للاجابه عن سؤال واحد وهو في الحقيقه هيديني مكسب اضافي، بس يا ترى المكسب ده هيكون عظيم ولا ممكن يكون صغير حسب طريقه سؤالي؟ الفرصه بتيجي مره واحده بس. وبطلنا بيقول يا كبير يا ترى ازاي كان حال عالم تيان شوان قبل 10,000 سنه؟ وهو بيقول له انت سالت سؤال كويس. قبل 10,000 سنه عالم تيان شوان كان نهايه الاسياد، وكان فيه 3 حكام سياديين فتحوا العالم عبر سحر عظيم، وبعدها أسسوا طوائف ونشروا العقائد وعملوا عالم تيان شوان الحالي. وال3 أسياد دول بشروا وأسسوا الطوائف، ودي حاجة كويسة. وبطنة بيقوله مادام هي حاجة كويسة هو انت ليه سميتها بنهاية الأسياد؟ والتنين بيقوله انت عارف ايه هي الأسياد فعلا؟ وبطنة بيقوله يا كبير انت قصدك ايه بالظبط؟ وهو بيقوله كل واحد منهم كان عنده أجندات خفية، ولكن من المؤكد اللي هم خلقوا العالم ده علشان يتجنبوا وجود تاني، وكمان ما تظنش ابدا ان هم اخيار. وعلى سبيل المثال واحد من الأسياد بيحاول يستيقظ ويستعد لتدمير عالم تيان شوان اللي سابه الفائز في آخر معركة الأسياد ال3. وبطلنا بيصحى من النوم بعد الكلمة دي، وبيصحى وهو مستغرب ومش فاهم حاجة، وبقول ايه ده؟ وانا نجيت من الوهم ده؟ وشنيان لسه ما صحيتش؟ هو ليه الكبير ده ما عملش مشهد كبير فعلا؟ يا ترى كان قصده ايه بجملته الاخيره دي؟ مين اللي عايز يدمر عالم تيان شوان دلوقتي؟ وفجاه هو بيفتكر عين الفوضى، وهو بيقول ايه يا ترى ممكن تكون عين الفوضى فعلا؟ بيقول لا مش ممكن تكون صدفه، لو كان واحد من الاسياد عايز يعيش في المحيط فاكيد التانيين واحد فيهم فوق السماء والتاني تحت الارض. وعالم تيان شوان دلوقتي هو العالم اللي سابه الفايز في اخر معركه للاسياد ال3. يا ترى مين اصلا اللي فايز وراح فين الفايز ده؟ انا ما شفتش قبل كده معامد للاسياد في تيان شوان. يا ترى في حاجات كتير انا مش قادر افهمها. اتمنيت لو كانت النسخه اللي لعبتها ساعتها كانت اكثر تقدما. وبعد كده بنروح لعالم غريب وبنسمع واحد بيقول جيو تشينج ماتت من غير اي شك. الست دي كانت قاسيه وشريره، دي كمان تقدر تموت، دي اتقتلت على ايد لوتشو جي من طائفه مو. هو انتوا بتخططوا للانتقام من طائفه مو؟ وهم بيقولوا ان سمعه لوتشو جي عظيمه جدا والعالم كله عارفه ومش من السهل التعامل معاه. وهم بيقولوا ده صحيح، وفي الاخر كانت جيانج تشينج مجرد قوه متوسطه لمنخفضه ما بيننا. ممكن جيو تشينج تكون وقعت في فخ ماجيتو وخلاص. ايه رايكم؟ يا ترى نروح كلنا ونقتل لوتشو جي ده؟ وبنشوف ارض عامله زي المسبح وفيها 3 الوان مختلفه. واحد بيقول اسكتوا وصل اسياد الشياطين ال3، واحد منهم بيقول مفيش داعي للكلفه دي، احنا سمعنا كلامكم دلوقتي، وبما ان جيو تشينج ماتت فاحنا لازم نلاقي شخص علشان يحل محلها. واحد بيقول خلاص خلوني الاقي مرشح مناسب للمنصب ده. ايه رايكم في ده؟ انا حاسس بالملل مؤخرا وانا ممكن اخش عالم الفانيين علشان اتنزه شويه، وده علشان اخفف عن همومي. واحد بيقول سيد الشيطان ده تشينج ده بيتحرك ده كده النجاح مضمون. والتاني بيقول يا ترى السيد الشيطاني فضولي كده علشان يشوف لوتشو جي زائع الصيت ده بيتقال ان جماله بيطغى على تيان شوان. واحد تاني بيقول يا ترى انهي واحد فينا الاجمل. وبعد كده بنرجع تاني لطائفه بطنة وبنشوف شنيان وبطنة وهم قاعدين بيتدربوا، وفي نفس الوقت
بيكون تلاميذ طائفة مو كلهم بيتدربوا بجد واجتهاد، ورغم ان لو تشوجي كان عالق في مهمة الترقية وعاجز عن رفع مستواه، ولكن كان لسه قادر اللي هو يكتسب نقاط الخبرة باستمرار عبر ممارسة فن استنشاق التشي، وده هو الانضباط الذاتي المذهل للو تشوجي كمخترق. فحتى مع امتلاكه للغش هو لسه بيحافظ على تحكمه بنفسه. وبنشوف شنيان اللي هي قاعدة تتفرج على بطلنا وهو قاعد بيتأمل، وبتقول في بالها طريقة الصقل اللي بيمارسها لو تشوجي غريبة جدا، على الرغم اللي هو بيمتص طاقة الروحية من السماء والأرض بكفاءة، ولكن دي بتخلي الدم ينزل من كل فتحات جسمه السبعة، وقوته الجسدية الحالية بقت قربت على قوتي. وساعتها بطلنا بيفتح عينيه، وبطلنا بيقول في باله تأثير فن استنشاق التشي ده قاسي جدا، ده بيتجاهل مستوايا وبيغمرني بألم حاد، وعلى الرغم ان انا وصلت لتمام المرحلة السادسة ولكن الألم لسه بيحسسني وكأن أحشاء بتتفرج بملح خشن. وأول لما بيفتح عينيه النظام بيجيله وبيقول له مبروك، طور حيز السيف من المستوى إيه لحيز السيف من المستوى إس، حيز قتل الأشورة. وبطلنا بيقول في باله ولكن بعد تكاذب أطراف الحديث مع تنين نية القتل في الليلة اللي فاتت اتلقيت تلميح لتطور القتل، والاسم شكله مهيب ولكن التأثير الفعلي مش مفيد بقدر الخالد البشري. والنظام بيقوله إن حيز السيف من المستوى إس حيز قتل الأشورة، تأثيره بيعمل سيف الحياة، وده بيزود الضرر بنسبة 3% مع كل تلويحة، وبيتراكم لحد 50 مرة. والتأثير التاني اسمه سيف الموت، وده بيرفع نية القتل باستمرار بزيادة 1% مع كل 3 ثواني، وممكن توصل نية القتل ل100%، وبتكتسب الضربة اللي بعدها تأثير المحو. مش ممكن اللي هو يطلق ضربة المحو إلا مرة واحدة بس، ولكن لما تكتمل نية القتل. وبطلنا بيقول في باله سيف الحياة متعزز بمكافأة ضرر بتوصل ل 150%، ده فعلا عملي جدا. ولكن سيف الموت ده ممكن يكون جامد، ولكن هو ايه بالظبط تأثير المحو ده اصلا؟ وبطلنا بيقعد يفكر وهو مستغرب وبيقول ده مش بيتفعل غير مرة واحدة تقريبا لما بتوصل نية القتل عند 100%، يا ترى هو بالقاضي فعلا؟ والنظام بيقول له تذكير خاص، المهمة الإقليمية إبادة شياطين ثاقلين السيف بقت مكتملة ولسه ما تمش إصدار مكافآت المراكز ال3 الأولى، أنت المفروض توزعها دلوقتي على اللاعبين فورا. وبطلنا بيقول صحيح أنا نسيت الموضوع ده تماما. وبطلنا بيفكر في الفايزين ال3 اللي بيكونوا بنات بالمناسبة، وبيقول انتوا ال3 تعالوا لقمة داتشانج الخاصة بيا لاستلام مكافأتكم. وساعتها تم بعث الإشعار بتاع المكافأة، والبنت اللي عايزة تنضم لبطلنا بتقول يا وحوشة برية انتوا بتهاجموا المرة انا اطعنكم لحد الموت، وبتبقى بتضربهم بوحشية جامدة. وساعتها النظام بيجي لها وبيقول المهمة الإقليمية إبادة شياطين ثاقلين السيف المكتملة، ويتم توزيع المكافآت من قبل زعيم الطائفة شخصيا، وده لأصحاب ال3 مراكز الأولى تحت قمة جبل داتشانج، والعد التنازلي للمطالبة هو 2 يوم. وساعتها هي بتكون مستغربة جدا، بتقول له تشوجي أخيرا أخيرا، وبتحضن نافذة النظام وبتقول أنا كنت فاكرة اللي أنت نسيتني تماما، أنا جاية لك حالا. وساعتها بتسيب المهمة اللي كانت فيها وبتطلع تجري، والناس بيقولوا إيه البطلة دي معقولة اللي هي ملعونة ولا إيه؟ والناس بيقولوا أنتوا شفتوا زعيم الطائفة بيوزع بنفس مكافآت ال3 الأوائل في المهمة الأخيرة، واللاعبين بيقولوا أيوة إحنا شفنا ده، ولكن أنا كان المفروض اللي أنا أكون أحسن، يا ريتني كنت قتلت أكتر منهم، ده مفيش ولا واحد من ال3 الأوائل من تلاميذ طائفة مو، دي فعلا عار كبير. وواحدة في طائفة بطلنا بتقول أنا ما توقعتش إن تحصل رفيقتي في السكن للمركز الأول، أنا استخففت فعلا بلينج لينج. والتلميذ التاني بيقول في المرة اللي فاتت هي ضربتني، لو جت رجليها أرض الطائفة بتاعت مو تاني فأنا كده أرد لها الصعصعين. والتلميذ التالت بيقول أنا فضولي أكتر دلوقتي أكتر من أي شخص، هو مين أصلا شخص اللي يسمي نفسه ذكريات حركات الأشياء ده؟ وفعلا بعد شوية وقت صغيرين بنلاقي البنت وصلت للطائفة وبتقول يا عزيزي لو تشوجي لينج لينج وصلت خلاص. والولد اللي اتخانق معاه بيقول ايه دي هتنط من السما فعلا، وفعلا بتنزل على الطائفة، ولكن وهي نازلة داست على حد بالغلط، وده هو نفس الشخص يا عيني، وهو بيقول لها انا هقتلك امشي اولها من هنا. وبتقول له يا عم ما تغضبش كده، الموضوع كان مجرد اللي انا دوست على وشك وخلاص ما كانش قصدي يعني. وهو بيقعد يجري وراها في الطائفة فعلا. وزميلتها في السكن بتقول تحكم لينج لينج الدقيق مشهور جدا، مستوى لين هو الأعلى ولكن مش مهم. والولد التاني بيقول إيه وده اللي شكل عليه سيد التحكم الدقيق. وبعد كده بيبصوا وبيقولوا بصوا كده هو ايه اللي جاي ده، وفجأة بنلاقي اللي فيه موكب جاي من بعيد وبيقولوا هو ايه ده بالظبط، وبنعرف ان دلوقتي
اغلى مطيه في متجر النظام بتاع عالم تيان شوان هو هودج اليشم الذهب العظيم ذو الاربع حاملين، واللي راكبها كده اكيد حد غني جدا. هم بيقولوا ايه، هو في شخص اشتراه فعلا؟ ده اغلى غرض في متجر النظام للنسخه دي، وبنشوف اللي كل اللاعبين البنات باصين عليه، وبيقولوا علشان يحصل على مال كافي اللي هو يسحبه كده للحد الادنى للضمان ده بيعادل سعر سياره حقيقيه من الفئه سي. والولاد طبعا متضايقين وغيرانين، وبيقولوا الشيء ده محدش يقدر يحصل عليه الا عبر القرعه، وده مش بيزيد سرعة الحركة ولا بيتيح الطيران. يا ترى ايه فايدته غير التباهي وخلاص؟ والشباب بيتفقوا على ده وبيقولوا بالظبط كده، مين ده اللي يسحبه علشان يتباهى وخلاص؟ بس استنى، غير ثمنه التمين فلسه اقل نفعا من سيوفنا الطائرة. ده غير كمان اللي احنا تلاميذ طائفة مو احنا بنحصل احيانا على كنوز طائرة صاغها زعيم الطائفة بنفسه. والبنات بيقولوا انتوا بتغاروا بشكل فاضح كده ليه؟ يا ترى من الصعب اللي انتوا تعترفوا باللي انتوا معكوش ثمنه؟ الرجالة دايما كده، البنات دايما شايفين كل حاجه فلوس، وهم بيقولوا احنا براهن اللي جوه شاب ساري وسيم طوله 183 سم على الاقل، وطالما عنده نص وسامة زعيم الطائفة فهيكون جمال وطني أكيد. ده حتى لو امتلك 30% بس من وسامة زعيم الطائفة هم هيقبلوا بيه، ولكن في إيد بتطلع من جوه العربية دي. والبنات بيقولوا استنى، هي الإيد دي ناعمة أكتر من اللازم كده ليه؟ دي إيدين صغيرة عاملين زي اليشم، يا ترى ممكن تكون بنت؟ وفعلا بتنزل بنت من المطية دي، ودي بتكون لاعبة طائفة السيف تشيوجوان يو، ودي بتكون بنت سريعة جدا، والولاد بينهالوا عليها بيقولوا بص كده، دي سيدة سرية زي دي تستحق اللي الواحد يجي لطائفة مو، دي جاية علشان تستلم الجوائز. بصوا للوش ده، والبنات هم اللي اتحولوا، هم اللي بقى غيرانين دلوقتي، وتحول المشهد من البنات للصبيان. ولسه بنشوف التلميذ بتاع بطلنا وهو عمال بيجري ورا البنت، بيقول لها اقفي مكانك انا هسيب الجثه كامله يا واخده انت، وبتقول له يا غبي كفايه جري بقى تعبتني، ولكن وهي ماشيه بتخبط في الست وبتقع هي وزميلها على الارض، وبتقول ايه هو انا اصطدمت بايه دلوقتي؟ والبنت بتقول لها يا نسا صغيره وانت ما اتصبتيش باذى مش كده؟ وهي بتقول ايه هو ده جسم بشري؟ ودي بتكون لعبه بركه سيف الين واليانج، دي ذكريات حركتها الاشياء. وساعتها البنت التانيه بتتضايق وبتقعد تقول دي غشت تماما لما عملت الشخصيه، رغم ان عالم تيان شوان بيمسح بيانات الاشخاص الحقيقيين علشان يعملوا صور الشخصيات، ولكن ده اكيد غشت. والشباب اول لما بيشوفوها بيقولوا ايه ده، دي معجزه بشريه، وكلهم بيكونوا عايزين يلقوها. والبنات طبعا غيرانين وبيقولوا ده اسمها مبهرج كده ليه؟ والولاد بيقولوا دي فعلا فاتنه الجمال. واحد بيقول يا ترى لو رحت كلمتها يا ترى هتتكلم معايا؟ ولكن بكده بيكون وصل كل مستحقين الجوائز، وبكده بيطلب منهم اللي هم يرحبوا بزعيم الطائفه مو اللي بيكون وصل دلوقتي. والبنات كلهم بيقولوا زوجي جه، وبيقولوا لبطلنا احنا ما شفناكش من وقت طويل. والبنات بيزعقوا لبعض وبيقولوا جوز مين يا وليه؟ ده جوزي انا، وبيقعدوا يتخانقوا. ولكن بيوصل بطلنا مع التلميذتين بتوع ليز الصغيره بيانج والتانيه يورو، وهم بيقولوا هو ايه الدخول الرايق ده دخول جميل بيفوق الوصف. وطبعا كلهم بيصوروا ده، واحدة بتقول أنا قلبي ملكك للأبد. وطبعا التلاميذ الشباب هيموتوا على بيانج ويورو. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لنا رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة هنا في قناة منهوات فياريت تشترك، والقناة بتاعت منهوات هتلاقيها في أول كومنت. يلا مستني ايه يا صاحبي؟ ويا ريت تنضموا لجروب التليجرام، هناك هننزل لينكات القصص كلها بالترتيب، وكمان لو في منهوة عايزين نعملها فابعتلي على الانستا، وده برضه هتلاقيه في اول كومنت. وفي الاخر عايز اشكركم على دعمكم الجبار ليا، ودمتم سالمين. يلا سلام.